السلام عليكم أعزائي المشاهدين، يسعد صباحكم مساءكم وين ما كنتوا عم بتتابعوني. معكم بتول من المطبخ بتول كوجا. وصفتنا لليوم هي البيتزا الإيطالية. تابعوني للأخير مشان تشوفوا أسرار تحضير العجين وكمان أسرار الجبنة المطاطية. لتحضير البيتزا الإيطالية رح نحتاج نص كيلو طحين، حوالي 4 كاسات، وأنا عم بستخدم هون الطحين اللي حبة القمح كاملة فيه. ورح نحتاج كوب وربع مي. رح نحتاج كمان معلقة ونص زيت زيتون، وهي اختيارية، فيكن تضيفوه فيكن لا. ورح نحتاج كمان نص معلقة طعام خميرة جافة، ومعلقتين صغار ملح، وكمان الأفضل نضيف معلقة سكر مشان تتفاعل الخميرة منيح. وهلأ بدنا نروح نشوف طريقة التحضير. رح نجيب صحن غميق أو الصحن العجانة ونحط فيه الطحين والملح والخميرة والمي، وبدنا نحطهم بالعجانة نعجنهم. اللي ما عنده عجانة فيه يستخدم الإيد، بس لازم يضل تقريبا حوالي 10 دقايق عم يعجنهم. رح أخدهم على العجانة وأرجع لكم. بعد ما عجناهم بدنا نجيب صحن غميق ونحط فيه زيت زيتون، وبعدها نحط العجينة. شايفين العجينة كيف طلعت وكيف قوامها. رح نحط العجينة بالصحن وكمان نضيف عليها زيت زيتون من فوق. كل ما زدنا لها زيت زيتون رح تطلع أطيب. وبدنا نغطيها بورق النايلون، نتركها تقريبا برا حوالي ساعتين أو 3 ساعات لتختمر. وطبعا اللي بده يخلي العجينة لتاني يوم لازم يحطها في البراد. هي العجينة ممكن تضل عنا 3-4 أيام نستخدمها، بس لازم نتركها بالبراد. لتحضير صلصة البيتزا رح نحتاج علبتين بندورة مقشرة، بندورة كاملة. ليش عم نستخدم علب البندورة هاي؟ لأني البندورة فيها مختمرة. اللي ما عنده من العلب الصلصة فيه يستخدم بندورة مختمرة. رح نحتاج كمان معلقتين أوريجانو، ورح نحتاج نص كاسة زيت زيتون، و4 معالق معجون الطماطم، ورح نحتاج كمان ملح. بدنا نجيب صحن غميق ونحط فيه قطع البندورة. رح نحط قطع البندورة بدون ما نحط الصلصة الموجودة بقلب العلبة. وبعدها بدنا نجيب المكسر ونخلط المكونات مع بعضهم. فينا كمان نستخدم الخلاط. بدنا نخلط قطع البندورة مع بعضها كتير منيح. وبعدها بدنا نضيف لها معجون الطماطم، وكمان نخلطها منيح. وبدنا نضيف لها زيت الزيتون، والأوريجانو، والملح، وكمان رح نضيف معلقة سكر، أنا نسيت أذكرها بالمكونات. وبدنا نخلطهم كلهم مع بعض. وسر نجاح هاي الصلصة أعزائي المشاهدين هو زيت الزيتون والأوريجانو. رح يعطوا الصلصة نكهة كتير طيبة مميزة، وهذا هو مثل ما قلت لكم سر نكهة البيتزا الإيطالية. الريحة ولا أروع. بالنسبة لجبنة البيتزا الإيطالية أعزائي المشاهدين، الأساس أو أصولها بجبنة الموزاريلا البيضاء، بس أنا بدي أضيف لها جبنة أشقوان رح أبشرها، وبدي أضيف كمان جبنة موزاريلا الصفرة. انتو فيكم تستخدموا الجبنة المتوفرة عندكم أو اللي بتحبوها. هيك صارت الجبنة عندي جاهزة. بشرت الجبنة الأشقوان وقطعت الجبنة البيضة.
وهلأ بدنا نروح نشوف العجينة. أنا تركتها ترتاح حوالي 3 ساعات وهلأ صارت عندي جاهزة. بدنا نجيب أي رف خشب متوفر عنا أو فرامة خشب، وبدنا نحط عليها العجين. طبعا أنا حطيت أول شي سميد، رشيتها شوية سميد، فيكن ترشوا كمان طحين، بس السميد رح يعطيه للعجينة قرشة كتير طيبة. وبقطع العجين ل4 قطع عشان يطلعوا معي 4 بيتزايات. وبعدها بدي اخد كل قطعة وكورها مثل ما لكم شايفين. بعد ما نكورها رح نتركها كمان ترتاح حوالي 10 دقايق ربع ساعة، وبعدين بدنا نبلش نفردهم. بدنا نجيب الصينية اللي بدنا نحط فيها البيتزا. رح نقطع على قد حجمها ورق الزبدة اللي بدنا نستخدمه. وبدي اخذ الصينية احطها بالفرن عشان تحمى. وهي ملحوظة كتير مهمة انه الصينية اللي بدنا نحط فيها البيتزا لازم نحطها اول شي بالفرن نحميها، وبعد ما نفرد البيتزا ونجهزها بنحطها دغري على الصينية وبنحطها بالفرن. هاي بتساعد في عملية نجاح العجينة، وانه تطلع معنا طرية من جوا ومقرمشة من برا. بالنسبة لفرد العجين اكيد ما رح نحتاج شوبك بعجينة البيتزا. رح نفردها باصابع ايدينا، واذا في عندكم الرول الخشب المدور فيكم كمان تستخدموه. وبعدها بدنا نضيف لها الصلصة. ما بدنا نكتر صلصة كتير، كمية بسيطة. وبعدها بدنا نضيف لها قطع الموزاريلا البيضة اللي قطعناها. وبعدها بدنا نضيف الجبنة المتوفرة عنا. بس اذا بدكم تطلع الجبنة مطاطية استخدموا ال3 انواع اللي فرجيتكم اياها. بالنسبة للفرن اعزائي المشاهدين، انا شغلته على اعلى درجة حرارة متوفرة عندي وهي 220، وحميته 10 دقايق، وبعدين دخلت البيتزا مشان نحصل على عجينة طرية من جوا وعم تقرش من برا، نفس عجينة البيتزا الإيطالية. تركت البيتزا حوالي 10 دقايق لربع ساعة وطلعت معي بهالشكل هاد. مثل ما لكم شايفين الجبنة دايبة بشكل كامل ومحمرة كمان شوي. والعجينة هلأ بدنا نقطعها. رح نزينها طبعا بورقة ريحان نفس المطاعم الإيطالية. هلأ بدنا نقطع العجينة، رح تشوفوا انه كيف بتقرش من برا ومن جوا طرية. العجينة مثل ما شفتوا ولا اسهل من هيك، ما احتجنا نستخدم خزعبلات ونحط معها لا بيض ولا حليب ولا خزعبلات اللي بيقولوا عليها. هي طحين ومي وخميرة. هلا رح فرجيكم كيف الجبنة عندي سايحة ومطاطية. هيك صارت عنا أعزائي المشاهدين البيتزا على الطريقة الإيطالية جاهزة. مثل ما شفتوا العجينة كتير سهلة وبسيطة، وكمان الصلصة بسيطة جدا، مكوناتها بسيطة جدا. فيكن تستخدموا 3 أنواع الجبنة اللي أنا استخدمتها، وفيكن تستخدموا بس جبنة الموزاريلا البيضاء نفس طريقة المطاعم. بتمنى إذا الفيديو عجبكم تشاركوه مع أصدقائكم، وما تنسوا تدعمونا باللايك. وبشوفكم دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.